جواز عتريس من فؤادة باطل، وربنا ما زعلش من ناس سكروا ولا زعل من ناس سرقوا. الكتب اللي ترجمتها السعودية وترجموا كلام زي الزفت، يبقى ربنا اشترك مع النبي والنبي اشترك مع ربنا؟ يعني ربنا مش فاهم ان اللي اساءوا له النجديين والوهابية ربنا بيقول عليه بهيم مش انسان، المسيء لرسول الله وتوظف. يعني انا ارضى اصلي بالخطيب بتاعي يبقى خروف مثلا؟ اعزائي المشاهدين متابعين قناه البحبحاني في كل مكان، احييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عزيزي المشاهد، فن الرد على الشبهات مش صعب ولا حاجه، لكن الصعب انك تقدر تجمع 5 شبهات في فيديو واحد وترد عليهم. مع الشيخ اللي هنرد عليه النهارده نقدر نجمع 25 شبهه ونرد عليها بالدليل، وهبين لك ازاي هو بيكذب على الناس اللي بتسمع له، وبيقول ان الشيوخ الوهابيه قالوا حاجه، وانا هجيب لك شيوخ الوهابيه وهم بيقولوا احنا ما قلناش حاجه. وعشان الفيديو ده مهم الحاج عوض خاف يجي احتراما للمشايخ اللي هتكون موجوده في الفيديو النهارده، وهنستدل بكلامها على شيخ الطريقه البرهانيه بتاريخ 19/11/2023. نشرت فيديو بعنوان تسريبات لشيخ الطريقه البرهانيه، كان قاعد بيحكي هو واصحابه وما كانش واخد باله ان في حد بيصوره، فاتباع الطريقه البرهانيه حبوا يداروا على الفضيحه بتاعه الشيخ، بداوا يكتروا الفيديوهات اللي كان بيصورها في دول عربيه، وكل الفيديوهات دي بتطعن في اهل السنه والجماعه. فده فيديو من احد الفيديوهات اللي هنقدر نرد فيها على كل الكلام اللي بيقوله. لكن لو في حد ما يعرفش الراجل ده مين، من حوالي 3 سنين كنت عملت عنه فيديو اللي كان بيقول فيه ايه؟ الحديث ده اتشال من كل الكتب عشان ما تروحش تدور. بالظبط كده، ده اللي كان بيستشهد بحديث، وعشان المريدين اللي تحت رجليه ما يدوروش قال لهم الحديث ده اتشال من كل الكتب. فانا عايزك تتخيل الشخصيه اللي احنا هنبين الشبهات بتاعتها. لكن قبل ما نبدا صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واكتب لنا كام تعليق، وانشر الفيديو بين صحابك، وبكره باحذفه. خلونا نبدا. البحبحاني. مبدئيا قبل ما تسمع منه ولا كلمة، المحاضرة دي كانت في دولة المغرب، وكان بيطعن في علماء أهل السنة والجماعة وخاصة في السعودية، فعايز يكره الناس فيهم فلازم يطلعهم وحشين، فهيقول كلمات على لسان علماء أهل السنة والجماعة المفروض إن هم قالوها، وبعدين هيقوم هو الشاطر اللي هيرد عليهم. طب تعالوا نشوف اللي قاله على لسان أهل السنة والجماعة. اسمع. يقول لك بس هم اصل الناس بيقدسون مشايخهم. طبعا بيقول لك اصل الناس يقدسون مشايخهم، اللي هم مين؟ المفروض علماء اهل السنه هم اللي بينكروا على الصوفيه ان هم يقدسون مشايخهم. اسمع. هذا شرك وهذا شرك وهذا شرك. المفروض ان هم اهل السنه والجماعه قالوا عن التقديس بتاعهم لمشايخهم هذا شرك. طب ايه هو نوع التقديس يا شيخ؟ ما الشرك، انا حته الشرك في حته بسيطه. انا لما ابوس ايد الشيخ بتاعي فين هو الشرك؟ واحد بيسالني مره بيقول لي يعني وتقبيل اليد يعني هذه بدعه. طيب واحد قبله قبل كده قال له هذا شرك تقديس المشايخ، قال لك هوريكوا حاجه صغيره من الشرك اللي هم بيقولوا عليه تقبيل يد المشايخ، فقال له هذا بدعه. يعني هو بدعه ولا شرك؟ طيب انا هجيب لك حد من اهل السنه والجماعه اللي هم ما بيحبوهوش، واحد بيجي لهم مغص لما بيسمعوا اسمه، الشيخ ابن عثيمين، لما سالوه حكم تقبيل يد المشايخ احتراما لهم، المفروض عن كلام المدعي البرهاني الشيخ يقول بدعة وضلالة وشرك. اسمع. تقبيل اليد احتراما لمن هو أهل للاحترام كالأب والشيخ الكبير والمعلم لا بأس به، لا بأس به. قال لك لا بأس بذلك يا شيخ. ودي أول شبهة معانا النهاردة، إن مشايخ أهل السنة قالوا تقبيل يد المشايخ عند الصوفية شرك، وزي ما حضرتك سمعت شيخ من مشايخ أهل السنة قال لا بأس بذلك. يبقى هو كذاب ولا لا؟ خش على الشبهة اللي بعدها. هو ربنا عنده ايد بيبوسوها؟ دي شبهة تانية. هو ربنا عنده ايد بيبوسوها؟ ما عندوش ايد اصلا. ما هو شرك يعني ايه؟ ما عندوش ايد اصلا، هنرد عليها كمان شوية. انا بعمل عمل مشترك زي ما بعمله مع ربنا بعمله مع الراجل ده اسمه ايه؟ اشركته في الحتة دي. ربنا بيبوسه ايده؟ ما عندوش ايد اصلا. ربنا ما عندوش ايد اصلا. لما ربنا في القرآن يقول يد الله فوق ايديهم، لما ربنا يقول يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، لما ربنا يقول لك والسماوات مطويات بيمينه، لما ربنا يقول لك قل ان الفضل بيد الله، كل الايات اللي ربنا اثبت لنفسه اليد، وقال تعالى ليس كمثله شيء. يبقى من هنا لو انت عاقل هتثبت لله ما اثبته لنفسه على الوجه الذي اراد. اليد معلومه والكيف مجهول، لا تشبه يد المخلوقات. يجي الشيخ عتريس ويقول لك ما عندوش ايد اصلا عشان يبوسوه. خش على اللي بعده. هاي
وتبوس ايده ليه يا اخي؟ وتقعد تقول له سيدي ومولاي والسيد الله. السيد مش الله ولا حاجه. زي الشبهة اللي بعدها، ازاي تقول السيد الله؟ الله مش السيد ولا حاجة، على اساس ان مشايخ اهل السنة قالوا لا يجوز انك تقول للشيخ يا سيدنا. اسمع، ما اقول ربنا ما اسموش السيد، والاسماء الالهيه موجوده وفتش فيها مش هتلاقي السيد. الاسماء الالهية موجودة، فتش فيها ومش هتلاقي السيد. طيب لو انت عاقل ومؤيد لهذا الرجل، ابحث على اسم السيد عند الامام احمد او عند الامام ابي داود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. واسم السيد من الاسماء المشتركة اللي ربنا سمى نفسه بيها، زي الكريم والرحيم، واللي ينفع تطلق على الانسان. يعني عندك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، وربنا من اسمائه الحسنى الرحيم. فهل اشتراك الاسم ده شرك يا شيخ؟ وهل الوهابية قالوا كده اصلا ولا لا؟ وهل لو اشتركت الاسماء هل يلزم اشتراك نفس الصفة؟ لا طبعا، صفات الله لا تشبه صفات المخلوقات. كمل. وسيدنا النبي قال انا سيد، يبقى ربنا اشترك مع النبي والنبي اشترك مع ربنا. يعني ربنا مش فاهم ان النبي مش فاهم ان ربنا هو السيد، يقوم يقول انا سيد ولد ادم ولا فخر. النبي يقول انا سيد، تقول لي لا ده ربنا السيد؟ بدون تقول لي لا ده ربنا السيد على اساس ان في حد اعترض انك انت ينفع تقول للشيخ يا سيدنا ولا لا؟ بتنكر حديث النبي ولا بتدعي ان النبي قال كلام ما يليقلوش وهو يليق بربنا؟ يعني بتكذب النبي تاني على اساس ان هو كذبه اولاني. فطبعا اللي قاعدين يا العالم الوهابيه دي كفره. النبي يقول انا سيد، تقول لي لا ده ربنا السيد؟ بدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ لكي يحكم في يهود بني قريظة قوموا إلى سيدكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن بن علي رضي الله عنهما ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يبقى زي ما حضرتك سمعت كده، شيوخ الوهابية ما قالتش زي ما انت بتكذب عليهم ان قول سيدنا للشيخ او لشخص ما بدعة وشرك. فهمت يا شيخ عتريس؟ كمل. النبي قال كلام ما يليقلوش وهو يليق بربنا. يعني بتكذب النبي تاني، نكذب النبي ونضحك على الناس. يقول لك ما تقولش يا اخي مولانا مولاكم الله، ما هي مولى بمعنى الخادم. الشبهة اللي بعدها، ما ينفعش تقول لفلان مولانا مولاكم الله. طبعا الكلام ده على لسان الوهابيين الوحشين، انك لو قلتها شرك وبدعة. هنسمع دلوقتي مشايخ الوهابية هم بيقولوا يجوز ولا لا يجوز، شرك ولا بدعة. سيدنا النبي صلى الله على سيدي ومولاي يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يا زيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا. النبي كان بيقول لسيدنا زيد بن حارثة يا مولانا. كمان اعترض على النبي بقى كمان بالمرة بقى، بوظه. لا ما تقولش يا مولانا المولى هو الله، ما تقولش يا مولانا المولى هو الله. طبعا هو بيتريق على طريقة نطق الوهابية لكلمة الشرك اللي قالوها دي. فخلونا نسمع هل قالوها فعلا ولا لا. هنجيب لك شيخ من أهل السنة والجماعة أيضا لما بيسمعوا اسمه بيجي لهم مغص. يقول هل يجوز إطلاق لفظ مولانا على العلماء والمشايخ؟ يعني محبوبنا، مولانا معناه محبوبنا. نعم لا بأس. لا بأس، مولانا محبوبنا لا بأس. قال لك لا بأس يا شيخ هيثم. قال لك ايه؟ لا بأس يا كذاب. اللي بعده الحديث المروي في سنن أبو داود عن زارع قال كنت في وفد عبد القيس، الوفد اليمن، عشان يبايعوا حضرة النبي. كنا نتبادر من رواحلنا فنقبل قدم النبي. طيب الحديث اللي قاله فيه شخص مجهول، فلو فرضنا معاك ان الحديث صحيح، ده ايه علاقته بتقبيل اليد؟ يبقى تقبيل اليد بدعة. يبقى تقبيل اليد بدعة، لأن الحديث اللي بيقول كنا نتبادر ونقبل يد النبي ورجليه صلى الله عليه وسلم. فلو فرضنا أن الحديث صحيح فيبقى تقبيل يد المشايخ جائز عشان الأحاديث الصحيحة اللي وردت في كده. لكن الحديث اللي انت قلته فيه مجاهيل يا شيخ يا مجهول. تقبيل القدم هو السنة. حديث مروي في سنن أبو داود، وفد كامل زي الآيات ياخدوها من حتة مش بتاعها، الحديث يجيبوه من حتة مش بيستشهد. أيوة بيجيبوا أحاديث مش موجودة في كل الكتب. فاكر أنا الحتة دي.
ما انت مش عارف الموطن. وزي تقول يا سيدنا النبي قال انا ابن امرأة من قريش فكيف يكون سيدا. هو طبعا دلوقتي بيتريق على مشايخ اهل السنة، ازاي النبي يقول انا ابن امرأة من قريش كيف يكون سيد؟ لا يجوز ان تقول انا النبي سيدنا محمد، لا يجوز ان تقول سيدنا محمد عن كلام الشيخ. تعالوا نشوف. طب ما قال انا سيد ولد ادم، ما ده موطن وده موطن، ما تجيبش الموطن دي تحط في الحديث دي والموطن دي تحط في الحديث دي، ده اسمه قياس مع الفارق فهو باطل شرعا. جواز عتريس من فؤاد باطل. جوازك من فؤاد باطل يا عم عتريس. موطن وده موطن، ما تجيبش الموطن دي تحط في الحديث دي والموطن. لسه هنرد على موضوع سيد. يقول لك يا اخي قال لا تسيدوني في الصلاة. طبعا قصده ان مشايخ اهل السنة اوردوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا النبي يقول لا تسيدوني في الصلاة. تعالوا نسأل شيخ من مشايخ اهل السنة والجماعة عن الحديث ده، هل صحيح ولا غير صحيح؟ حديث لا تسيدوني في الصلاة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس كده، حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا الشيخ عتريس هيقول لهم هم قالوا الحديث صحيح لكن انا بقول لكم ان هو غير صحيح. فهيبان قدام شوية الغنم اللي قاعدين انك انت كشفت ضلال ناس كتير. ايوه الحديث غير ما هو صحيح، ولو راحوا بحثوا عليه هيلاقوه غير صحيح، مع ان مشايخ اهل السنة قالوا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مغالطة رجل القش. لا تسودوني في الصلاة. بيقول لك هي لا تسودوني في الصلاة، لا تسودوني مش لا تسيدوني. إن سادة يسودوا مش سادة يسيدوا. طبعا هم اكتشفوا الخطأ ده، اكتشفوا الخطأ ده فقاموا عدلوها وصلحوه في الكتب الجديدة، وصلحوه في الكتب الجديدة على أساس إن الكتب القديمة مكتوب لا تسيدوني في الصلاة حديث صحيح عن كلامه. فلما جبنا لك لو بحثت على النت أو بحثت عن أي شيخ من أهل السنة هيقول لك الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطبعات القديمة لا تسيدون، النبي ما بيعرفش عربي. النبي دلوقتي رمى الشبهة ورد عليها. هم بيقولوا حديث لا تسيدوني في الصلاة وقال لك النبي ما بيعرفش عربي. ما هم ما قالوش كده أصلا يا عتريس. قال لا تسيدوني، لو هيقولها صحيحة وقالها النبي يقول لا تسودوني في الصلاة، أوليس هذا سيد من أسود مش من أسيد؟ حتى اللغة العربية بتاعتهم غلط. تعظيم وغلطة رجل القش يقول لك قالوا وهم ما قالوش، ويروح يرد عليهم على أساس إن هم قالوا وهم ما قالوش، فيبان قدامهم إنه مدد يا مولانا مدد، مدد يا برهاني مدد. أيوة تعزروه وتوقروه. وربنا ما زعلش من ناس سكروا ولا زعل من ناس سرقوا، إنما ربنا ما زعلش من ناس سألوا، ربنا زعل من ناس قالوا. حلو، فهل الزعل صفة من صفات الله يا أجهل خلق الله؟ هل ربنا بيزعل؟ هيجي واحد بوش مربع يقول لك الزعل من الغضب وربنا بيغضب. أبسطها لك، في القرآن وارد إن ربنا يريد، فلما أنا أقول لك ربنا يريد منك إن أنت تتوب، والله يريد أن يتوب عليكم، ينفع وأنا بشرحها لك أقول لك ربنا عايزك تتوب؟ ما ينفعش، لأن العوز صفة نقص لله زي الزعل صفة نقص لله. ما ينفعش تقول ربنا بيزعل. فهمتوا يا صوفية؟ سيدنا النبي قالوا له مش يا محمد اخرج لنا يا محمد، قال له إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لا يعقلون يعني ما بيفهموش، واللي ما بيفهموش يبقوا إيه؟ يبقوا بهايم. يعني اللي بيقول محمد ويا محمد ده ربنا بيقول عليه بهيم مش إنسان. هنا بيشتم الصحابة سب علني. اللي نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ناس من بني هاشم قبل أن يسلموا، فنزلت فيهم الآيات، وكان منهم مين؟ الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وقيس بن عاصم. فهل ينفع نقول عليهم كده؟ لا يعقلون يعني ما بيفهموش، واللي ما بيفهموش يبقوا ايه؟ يبقوا بهايم. يعني اللي بيقول محمد ويا محمد ده ربنا بيقول عليه بهيم مش إنسان، نفى عنه صفة الآدمية. يبقى أنت لما شيخ ويطلع على المنبر ويقول وإن محمد وكان محمد، يعني أنا أرضى أصلي بالخطيب بتاعي يبقى خروف مثلا؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. اللي لا يعقلون يدرسونه وإن محمد وكان محمد لا يصح على الإطلاق. الصحابة لما كانوا بيخشوا على سيدنا النبي كانوا بيقولوا له بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
فداك روحي ونفسي يا رسول الله. لا احنا فالحين لما ما هو اللي انت غلطت فيهم من شويه دول بقوا صحابه، يعني نزلت ايات في صحابه ايام الكفر وبقوا صحابه، فينفع اشتمهم بعد ما بقوا مسلمين؟ ينفع؟ الكتب اللي ترجمتها السعوديه للغه الانجليزيه والالمانيه والفرنسيه كتبوا فيها محمد ومحمد بشر ومحمد بشر. الكتب اللي ترجموها في السعوديه بالالمانيه والانجليزيه كتبوا فيها محمد وكتبوا فيها محمد بشر، فعمك عتريس مش عاجبه الكلام. طب تعالى ناخد صورة عشوائية من كتاب مترجم بالإنجليزية من السعودية، وعشان المصداقية ابحث انت، هات أي كتاب مترجم وخش ترجمه وشوفهم كاتبين محمد بس ولا لا. خد يا سيدي، كاتبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا برضو بيقول لك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله محمدا وعلى آله. يا عم انت بتتكلم مع مين؟ اللي بعده. وترجموا كلام زي الزفت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. دول اللي أساءوا قالوا عنه بشر، قالوا مخلوق من طين. كده هم عالم وحشة. بتنكرها عليا ليه؟ ده على اساس ان يفهمهم ان هم بينكروا تقبيل اليد. وتقول لي صور المشايخ اللي في الكتاب بتاعك حرام. صور المشايخ اللي في الكتاب بتاعك حرام؟ انت حاطط صور المشايخ في الكتاب ليه اصلا؟ هي صورته علم ولا عشان تاخد فيها بركة؟ طب هل انت معترف ان هي حرام ولا لا؟ وصورة الملك اللي على الريال مش حرام؟ يعني انت بتشرب بانجو ليه يا ابني؟ قال طب ما انت واحد جارك بيشرب خمرة، يعني انت معترف ان هي حرام وعشان كده بتنكر عليهم الصورة اللي عندهم. طيب الصورة اللي على الريال ولا على العملة بتاعتهم صورة ممتهنة، يعني ما فيهاش تقديس، يعني ممكن واحد ياخد ريال يرميه في اي مكان يقع منه يدوس عليه واخد بالك يا شيخ، لكن انت تحط لي صورة الشيخ على كتاب مدد يا مولانا مدد، ده مش بعيد يعبدوها. هي الصورة اللي في الكتاب بتاعي انا بس اللي حرام؟ الصورة اللي في الكتاب بتاعي انا بس اللي حرام؟ يعني اللي عندك برضه حرام، يعني احنا الاتنين مشتركين في الحرام. طب يعني انت ما بتقبلش الحق ممن جاء به ولو كان كافر؟ يعني لو واحد كافر نصحك بشيء في دينك هتقول له انت كافر لن اقبل منك الحق؟ حماده. والصور اللي في البتاع دي اللي على النقود واللي في الكتب المدرسيه مش حرام؟ الصور بتاعي انا بس اللي حرام وصورك انت مش حرام؟ نفاق. يعني ما بتقولوش الحق اللي عندي وعندكم. طب ما انا قلتها لك اهو، لابد ان تقبل الحق ممن جاء به. يا عم الشيخ ما يمكن مش قادر يقول ان الصوره دي حرام مثلا، اقبل الحق وسيب الباطل اللي عنده. كمل. إذن القضية ما هيش دين، القضية حاجة تانية. القضية قضية فلوس يا عم الشيخ، قضية أضرحة. قضية إيه؟ أضرحة. قضية هدم الدين. ليه؟ لأن كل الاعتراض على التصوف وعلى الذكر وعلى زيارة المشايخ، الاعتراض على التصوف والذكر، واخد بالك؟ كله على جابوا آيات وأحاديث إجماع متشابه. تمسكوا بكل سنن النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة إن لحاهم قد كده الجماعة الصوفية، وباين على وشك أهو. الواحد عشان يسمع لك لازم أجيب محرم. شابهات، وإما ليس موطن القياس أو قياس مع الفارق، كله ضد الأحكام الفقهية، ولكن عوام الناس جهلة ما يعرفوش فقه، ولذلك الكلام بيمشي عنه. والله فعلا على الأقل مشي على قدامك واللي بيحبوك وبيسمعوا لك عشان ما يفهموش حاجة في الدين. لذلك بقت مشكلتنا احنا ان احنا نصلح الفقه اللي عند الناس، لا يعرفوا حاجة في الفقه ولا يعرفوا حاجة في القياس ولا الإجماع أصل في الدين. الأمة كلها أجمعت على حب، الأمة كلها أجمعت على إيه بقى يا شيخ؟ حب الأولياء وعلى زيارتهم. على حب الأولياء. كده عرفك إن الوهابية ما بيحبوش الأولياء. لكن هي إيه صفات الأولياء يا شيخ جرجس؟ قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب صفاتهم إيه يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى لازم حاجتين، الإيمان والتقوى. طب الإيمان شيء قلبي وتثبته الجوارح، ما وقر في القلب وصدقه العمل. انت عرفت منين ان فلان ولي وانت شايفه بيصلي ويصوم وخلاص، لكن لم تطلع على ما في قلبه يا شيخ؟
وعلى الاستغاثة بيه، ما فيش غير على الاستغاثة، أجمعوا على الاستغاثة. من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يجتمع على الاستغاثة بالأموات إلا الصوفية، لا الصحابة ولا التابعين ولا تابعين التابعين قالوا بالاستغاثة يا شيخ. دول بس الفئة الضالة دي اللي اعترضت. يوم احنا نلغي حكم الإجماع، حكم الإجماع بتاع الصوفية. طب يعني الصوفية كلها بتشرب سجاير، ومن حوالي سنتين كنت قلت لك أنت بتشرب سجاير، قلت لي يعني هي السيجارة بتاعتي اللي هتعمل دخنة في العالم؟ طب ما هي مخلفات السيارات خرمت الأوزون، فمش هتيجي على السيجارة بتاعتي. فاكر يا شيخ ولا نسيت؟ مش معنى إن الصوفية اجتمعوا على بدعة أصبحت حلال. ونبني أحكام الإسلام على فئة ضالة حاربت رسول الله وما زالت تحاربه. ما زالت تحاربه، على الأقل لستم متشبهين به يا راجل يا حليق. دين. إذن القضية ليست قضية دين عند هؤلاء الضالة، إنما هي قضية تحطيم للدين وتكسيره. تحطيم للدين، بنقول لك اتبع القرآن والسنة، مش نتبع الأحكام الشرعية المأخوذة من الأحلام والأوهام والشيخ فلان قال لي إيه. علشان يقدروا يتحكموا في الأمة الإسلامية، عشان يحولوهم لشعب من الجهلة. ليه؟ لأن أنا بأنسيك أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث هنا، ولذلك الأحاديث فيهم كتير بقى وصفتهم كتير. بس يا عم الحاج، وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، وعند الله تجتمع الخصوم. كلمة السر للناس اللي وصلت للنهاية. تعال اشرب شاي. السلام عليكم. سأقطع كل من عادى رسولي، وأبتر كل حبل للوصال، وأقليه وأبغضه جهارا، رجاء للمثوبة في مآل.